كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وأول يوم رمضان أحلى حلو تاكلوه كنافة بالقشطة رهيبة، مقرمشة من بره وطبقة قشطة كده تحفة، حاجة كده بجد بتدوب في البق. هقول لكم تعملوها ازاي بكل سهولة، بجد هي سهلة جدا وهتطلع معاكم أحلى 100 مرة من الجاهزة. كمان هقول لكم على طريقة تحفة كده في التقديم وبتتاكل كده في قطمتين وهتعجبكم قوي. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. هبدأ بالشربات علشان لازم يكون بارد خالص. هحط كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية، هنقلب كده على البارد بالراحة قوي، وبعد كده هرفعهم على نار عالية اسيبهم لحد ما يغلوا، وبعد كده انزل بنص ليمونة ومعلقة كبيرة من العسل الابيض. العسل بيديله قوام حلو وفي نفس الوقت بيساعد ان هو ما يسكرش منكم. بوطي النار واخليها متوسطة لمدة 10 دقايق، وبمسح جوانب الحلة كده بفرشة مبلولة مية عشان لو في حبيبات سكر، وكمان بشيل اي شوائب تطلع كده على الوش. وبعد العشر دقايق بحط بقى نص معلقة صغيرة من الفانيليا واقلب واطفي على طول. وبس كده الشربات بقى جاهز عندي، بحطه بس في بوله واسيبه بقى على جنب يبرد خالص. عندي نص كيلو من الكنافه، بجيبها واحطها في الفريزر لحد ما تجمد، وبعد كده هبتدي ان انا اكسرها زي ما انتم شايفين كده. ممكن نكسرها في الكيس او نحطها في بوله ونضغط عليها بايدينا هتتكسر معاكم بكل سهوله. بعد كده بضيف لها نص كوبايه من السكر البودره. السكر البودره هيديها طعم حلو قوي وفي نفس الوقت لون موحد وحلو جدا. بعد ما قلبتهم كويس هحط بقى كوبايه من السمنه السايحه، والسمنه هنا سايحه لكن مش سخنه، اوعوا تحطوها سخنه عشان الكنافه ما تعجنش منكم. تقلبوا الكنافه مع السمنه كويس جدا وتتاكدوا ان كل الكنافه وصل لها السمنه. هنجيب الصينيه بتاعتنا وهنبتدي بقى ان احنا ندهنها كويس جدا بالسمنه بكميه شويه كبيره، علشان ده اللي هيخليها لونها موحد وفي نفس الوقت تتقلب معاكم بكل سهوله. واوعوا تنسوا تدهنوا الجوانب. هحط جزء من الكنافه واضغطها كويس جدا بايدي، مهم تضغط كويس قوي ونعمل سور كده للصينيه بالكنافه علشان الكريمه ما تطلعش بره. المقدار ده يتعمل في صينيه مقاس 30، انا عملتها في مقاس 28 علشان عايزه حبه كده من الكنافه هعمل لكم بيها حاجه حلوه قوي في اخر الفيديو. كده اول طبقه بقت جاهزه معايا وضغطتها كويس جدا. تعالوا بقى نحضر القشطه. 3 كوبايات من اللبن، هحط عليهم 6 معالق كبار من النشا، بس المعلقه ما بتبقاش مليانه، بتبقى ممسوحه. اقلبهم على البارد وبعد كده ارفعهم على نار متوسطه مع الاستمرار في التقليب لحد ما تتقل بالشكل ده. بعد كده هنزل عليهم باربع معالق كبار من القشطه واقلب كويس جدا، وبعد كده احط في الاخر معلقه صغيره من الفانيليا واقلب واقفل بقى. وكده بقت جاهزه عندكم احلى قشطه. باخدها كده وهي لسه سخنه انزل بيها على الكنافه واساوي السطح بتاعها كويس قوي، وبعد كده بسيبها مثلا 10 دقايق تعمل بس طبقه قشره كده علشان يبقى سهل عليا احط الطبقه التانيه من الكنافه. بحط بقى الطبقه التانيه من الكنافه بالراحه قوي يا جماعه، مش بضغط جامد جدا، يعني احاول على قد ما اقدر ان انا اضغطها بس ما اضغطش جامد قوي علشان طبعا الكريمه ما تبص مننا. وفي الاخر كده على الوش بنزل بمعلقتين 3 من السمنه. قبل ما ابدا خالص بكون مشغله الفرن على درجه حراره 200، بتدخل على الرف الوسط وهقول لكم امتى تفتحوا الشوايه. وباقي الكنافه جبت اصغر فنجان عندي، حطيت طبقه من الكنافه ضغطتها كويس جدا، وحطيت القشطه في كيس حلواني وممكن تحطوها بالمعلقه، حطوا منها جزء كده، وبعد كده حطوا طبقه تانية من الكنافه اضغطوها كويس جدا. وفي بايركس مدهون بالسمنه او حتى صينيه مدهونه بالسمنه هتنزلوا كده بالفنجان، هتنزل معاكم بكل سهوله. شكلهم تحفه وجاهزين بقى يدخلوا الفرن. وهنا بقى الكنافه هتلاقوا الجوانب بتاعتها بدات تفصل كده وتاخد لون من الجوانب، واللون يبقى غامق شويه، ما تبقاش فاتحه قوي علشان تبقوا متاكدين انها لونت من تحت. هتفتحوا عليها الشوايه لحد ما تاخد لون بالشكل ده، وهي كده سخنه هتنزلوا عليها بالشربات التقيل البارد اللي احنا كنا عاملينه، وبعد كده تبتدوا بقى تقلبوها علشان تسقوها بالشربات من الناحيه التانيه وتفرجوا على جمال اللون الموحد التحفه. هنسقيها برده بالشربات من الناحيه دي، وما ننساش طبعا الجوانب، ونوزع الشربات كويس قوي كده بالمعلقه، رشه حلوه كده من الفستق، ومش لازم خالص، هي طعمها كده لوحدها حلو جدا. واتفرجوا بقى على اللون والجمال، بجد خطيره يا جماعه. بتسيبوها بس تهدى شويه قبل ما تقطعوها علشان طبقه القشطه ما تبقاش سايحه، وفي ناس طبعا بيحبوا ياكلوها سخنه او دافيه، ده حسب ذوقكم. انا سبتها تهدى شويه وقطعت منها حته، واتفرجوا على جمالها وطبقه القشطه وطبقه الكنافه المقرمشه. انا بحبها تكون مقرمشه جدا من بره، وطبقه القشطه هي اللي تبقى طريه وكريمي كده. بس طبعا لو انتوا بتحبوها طريه يبقى بعد ما تسقوها بالشربات غطوها على طول هتبقى معاكم طريه جدا. كانت رهيبه، مش قادره اوصف لكم طعمها، لازم تجربوها عشان تدوقوا طعمها قد ايه حلو قوي. ودول بقى اللي انا عملتهم في الفنجان. اول ما بيطلعوا من الفرن بسقيهم على طول وهم سخنين بالشربات وبقدمهم. بجد شكلهم في التقديم حلو قوي، واحلى حاجه فيهم ان انتوا بتاخدوا قطعه كده وبتخلص في قطمتين، انها تتعمل باقل كميه من الكنافه او بالكنافه الباقيه عندكم. جربوها، انا واثقه جدا انها تعجبكم. وطبعا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.